والله الحياة كلها لا تستحق أن تتكدر من أجلها، ولا تستحق أن تخاصم أحدا من أجلها. ريحوا بالكم يا إخوان، عيشوا اللحظات التي تعيشون مع أحبابكم عيشوها. لو نظرتم إلى وجه الأرض يا إخوة لوجدت أن هناك من شردتهم الدنيا بسبب ما طلب رزق أو بسبب حروب أو مشاكل بين الناس، وأنت الحمد لله تعيش بين أحبابك وأقاربك. لا تقتل اللحظات الجميلة. أنا كلامي سيكون حول هذا العنوان: فن قتل اللحظة الجميلة. هناك ناس سبحان الله تتفنن في قتل السعادة، في قتل اللحظة الجميلة. ولتقريب الموضوع سأطرح عليكم أمثلة. مثلا بعض الناس سبحان الله عندما تجلس معه دائما يجتر الماضي الحزين. كلنا يا إخوة عندنا ماضي حزين، عندنا مواقف سلبية، عندنا صدمات، ما في إنسان لا يسلم من هذا الأمر. لكن في ناس خلاص لا يرى من الدنيا إلا هذا الماضي الحزين، فلما تجلس معه تجده حزين، كلامه حزن، كتاباته حزن، لا يسمع إلا حزن، ووجهه حزين. يا أخي هذا الإنسان مسكين حرم من اللغة الجميلة الوحيدة التي يعرفها العالم كله بلا ترجمان، حرم من الابتسامة. يا أخي ابتسم عندما تجلس في مجلس، فلا تجتر أحزانك على الناس، خاصة عندما تجلس مثلا مع أمك أو مع أبوك. لأن بعض الناس سبحان الله متفنن يذهب إلى والديه ثم بعد ذلك يبدأ بس إسقاط، حزين حزين حزين، فلا هو اللي هم ساعدوه في هذه المشكلة ولا هو اللي أيضا تخلص منه.